الليزك عملية تصحيح الإبصار بالليزر، بمعنى إن إحنا عايزين نستغنى عن النضارة لأن هي تعبانة، مش عايزين نلبسها، تخينة، شكلها وحش، داخلة في شخصيتنا. بس قصاد ده لازم الليزك يتوفر فيه معاملين اتنين، والاتنين مع بعض، الأمان والكفاءة. أي مريض ممكن نقعده على الجهاز ونشتغل على الكمبيوتر بتاع الجهاز ونقول له صلح لنا الدرجتين الثلاثة ال 12 دول، ولكن هل ده هيؤدي إلى أمان وكفاءة؟ هو ده المحاكم. وبالتالي أي مريض عايز يستغنى عن نضارته لازم اول حاجه بنعمل فحص شامل وكامل للعين، القرنيه، الخزانه الاماميه، عدسه العين، زاويه العين، الشبكيه الطائره المركزيه، واطراف الشبكيه، العصب البصري. ثم بنتحرى اكتر على القرنيه نفسها، نعرف هل هناك اي تغيرات على مستوى طبوغرافيه القرنيه، يعني بنعمل اشعات كتير للقرنيه والقياس الزيوق البصري، بنقيس ضغط العين ونطمن ان هو كويس. لو كل العوامل دي مناسبه يفضل لنا اخر حاجه البلاننج بتاع العمليه. هل تصليح الابصار في المريض ده هيكفي على مستوى القرنيه دي عشان تؤدي الى افضل نتيجه وبامان كامل او لا؟ لو كل العوامل دي متحققه هنقدر نعمل العمليه ونختار واحده من عمليات تصحيح الابصار بالليزر وهما كتار. لو في اي حاجه من الحاجات دي حتى لو واحده هتؤدي الى انخفاض معامل الامان فمش هنعمل العمليه. استادي عملناها تقريبا نسبه رفض المرضى اللي عايزين يعملوا عمليات تصحيح الابصار بالليزر بالنسبه لنا حوالي 32%. ليه؟ دول بنختار لهم اجراءات اخرى زي زرع عدسات الاي سي ال او حتى النضاره والعدسات اللاصقه، او لو كبار في السن استبدال العدسه، لان امان الليزك بالنسبه لهم كان قليل.